بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن أسباب تأخر الوز في البيض. ليه الوز بيتأخر في إنتاج البيض؟ قبل ما أتكلم عنه لازم أعرف إن الوز بتاعي ده أنا مشترياه فيه ريش ولا مشترياه صغير لسه فاجس من البيضة. لو مشترية الوز فيه ريش لازم أبقى عارفة مثلا الوز ده بالموايمة كده عنده كام شهر، وهل وصل سن النضج ولا لسه ما وصلش. يعني جرب يشتغل الوز ده، جرب يشتغل ولا ما جربش يشتغل. واسأل الناس اللي انا مشتريه من عندهم، الوز بتاعكم ده اللي انا مشترياه فجس عندكم امتى؟ يوم ما فجس من البيضة، فجس في اي حمل، في اول الشتاء ولا في نصه ولا في اخره؟ ليه؟ لان وقت ما فجس وقت ما هيبيض. تمام. اما بقى لو انت الوز فاجس عندك، فالوز اللي انت فاجس عندك اكيد عارفه انت فاجس في شهر كام. عشان نعرف فجس في شهر كام لازم نبقى عارفين كمان ومتأكدين من الشهر كويس، علشان انا عندي الوز اللي اشتريته او الوز اللي انا مطلعاه من البيض هيبيض في نفس الشهر تقريبا اللي فجس فيه. معدل الانتاج بتاعه او زمن الانتاج بتاعه، سن الانتاج بيكون من 9 شهور ل10 شهور، وممكن يمتد ل12 شهر. يعني يوم يعني في شهر فجس في شهر 10 يبقى هيبيض في شهر 10 السنة اللي بعديها، فجس في شهر 1 يبقى هيبيض في شهر 1 في السنة اللي بعديها بإذن الله، فجس في شهر 3 يبيض في شهر 3، فجس في شهر 5 يبيض في شهر 5 في السنة اللي بعدها، وهكذا. يبقى أنا كده عرفت امتى هينتج البيض. سن انتاج البيض بتاعه بيكون من 9 شهور ل10 شهور، وعلى حسب التغذية اللي انت بتغذيها للطيور بتاعتك بيوصل لحد ال12، بس الحكاية عايزة صبر. تمام. اما سن الخصوبة العالية، يعني ايه خصوبة عالية؟ سن الخصوبة العالية ده يعني السن اللي انا اخد فيه اعلى انتاج للبيض، اكتر انتاج للبيض، ده بيكون سن من 2 لحد 5 سنين. اول سنة في انتاج البيض بيكون انتاج البيض بتاع الوز قليل، عشان تبقوا عارفين. يعني لما بيكمل السنة ويبيض، لما الوز عندي يكمل السنة ويبيض بيكون انتاج البيض قليل، لكن السنة التانية بيكون انتاج البيض كتير. تمام. بيكتر البيض بتاعها. نيجي نتكلم بقى عن الذكر ليه كام انثى؟ ليه كام واحدة من الاناث؟ بيكون الذكر ليه من 2 ل3 من الاناث، عشان نعمل تخصيب عالي. تمام. ونضمن ان البيض مخصب كويس. اهم حاجة في تربية الطيور والوز بالذات، الوز والحمام دول عن خبرة وعن تجربة. الوز والحمام عايز صبر كتير، وعايز يبقى عندك في البيت اكتر من ذكر. يعني انت لو عندك ذكر واحد لازم الذكر ده يكون مثلا انت عارفه ان الذكر ده مميز وسط اخواته. يعني بيبقى ذكر مميز وسط اخواته، انت من كتر ما بتقعدي مع الطير بتبقي عارفه مين الذكر، بيبقى له هيبه كده الذكر، وبيبقى واخد باله من الاناث كويس وبينتبه ليهم وبيحرش عليهم. يعني ايه بيحرش عليهم؟ يعني ما بيخليش اي حد يجي ناحيتهم. فانتي وانتي قاعده مع الطيور عندك اكتر من ذكر، بتبقي عارفه الذكر اللي الخصوبه بتاعته عاليه بيبقى باين عليه. ماشي. بعد كده قلنا الصبر في تربيه الطيور. خلاص. طيب بعد كده عندي انا عايزه اتكلم برضو عن نقطه تانية، اللي هي اشتري الطيور وفي الاخر اكتشف ان الطيور دي صغيره، انا مشترياها على انها كبيره سن، وان هي جربت هتشتغل وفي الاخر اكتشف ان الطيور دي صغيره. يبقى انت كده معلش مع احترامي الشخص اللي باعلك الطيور ده غشك في سنها، فانت لازم تشتري من حد موثوق. تمام. نيجي بقى ندخل في اسباب تاخر البوز عن البيض. اول حاجه بيكون ان احنا بنقدم الطعام من غير ما نعرف تركيبته، بنقدم اكل او عليقه للطيور مش عارفين تركيبتها، مش عارفين هل العليقه دي تسمين ولا للبياض. انا علشان اربي طيور تسمين باكلها اكل عالي البروتين، فكده اضمن ان الفراخ بتاعتي هترمي لحم، او الطيور بتاعتي هترمي لحم عامه، سواء كان وز بط اي حاجه. تمام. لكن انا لو عايزه اربي طيور للبيض، لانتاج البيض، ما بحط لهاش علف عالي البروتين، بحط لها علف منخفض البروتين ما بين نسبه من 15 ل 16%. يكون نسبه البروتين بتاعه من 15 ل 16%، لان لو نسبه البروتين اعلى من كده الوزايه هتربي دهون، والدهون دي هتسد الوزايه.
يعني ايه هتسد الوزايه؟ يعني يا اما انها هتخلي الوزايه تتاخر في انتاج البيض، او ان تخلي الوزايه تنقطع عن انتاج البيض، تمنع انتاج بيض. خلاص. طيب فانا دلوقتي علشان اقدم عليجه كويسه للوز، قلنا احنا بنأكل الوز على، يعني بنأكل الطير وجبة علفة دسمة، علفة الصبح دافية وعلفة في الليل دافية، وباقي النهار بيقعد على مادة مالئة. طب العلفة اللي انا هديها للعلف البياض للطيور اللي بتبيض، هديها علف بياض بنسبة 15 ل 16% بروتين. الوزاية الواحدة بتحتاج في اليوم الواحد 100 جرام من العلف، 100 جرام بس من العلف، يعني الحكايه مش محتاجه اكل كتير. فانا بقسم ال 100 جرام علف دول، بقسمهم نصين، نص اديهولها الصبح 50 جرام، ونص اديهولها في الليل 50 جرام. تمام. يبقى انا كده مش بستهلك كميه كبيره من العلف. الناس اللي بتقول ان العلف غالي وانا العلف مش هقدر اشتريه، انت هات معلش اتعبي وهاتي علف، والعلف انت مش هتديلهم كتير، انت هتديلهم 100 جرام بس لكل وزايه. ال100 جرام دي هتقسميها 50 جرام الصبح و50 جرام في الليل، وباقي اليوم بياكل مواد نباتات خضراء زي البرسيم، قشر كرنب، خضرة. دي الحاجات ديت بيقعد عليها باقي اليوم مادة مالئة، نص اليوم، نص النهار، فترة النهار كلها دي بياكل ايه؟ مادة مالئة. طيب انا كده عرفت ان انا ممكن تكون العليقة بتاعتي بتاعت تسمين او بتزود دهون الطيور فمش هتنتج بيض. طب احل المشكلة دي ازاي؟ ان انا ادي للطيور جنزبيل. طب هدي الجنزبيل ده ازاي؟ قال لي هدي الجنزبيل ده عن طريق ان انا هاخد معلقة من مسحوق الجنزبيل او مبشور الجنزبيل، واحطها على 3 لتر مية، واحطها على لتر واحد ميه، لا مؤاخذه معلش، هحطها على لتر واحد ميه، معلقه الجنزبيل هحطها على لتر واحد فقط من الميه. خلاص. وهقدمها كل يوم بعد الاكل. لمين؟ للطيور. وهحط الميه دي بعد الاكل للطيور، او ممكن تحطيها مع العليقه، يعني لو انت عندك جنزبيل مبشور او بودره جنزبيل، حطي على العليقه بتاعتك اللي هي العلفه بتاعتك، حطي عليها جنزبيل. تمام. ده تحطيها كل يوم، او مثلا لو مش عايزه تحطي كل يوم ممكن تحطي كل 3 ايام، كل كاسر يوم، كل كاسر يوم. يعني مش عايزه تحطي كل يوم، حطي كل كاسر يوم معلقه جنزبيل على لتر الميه، او ممكن تحطي جنزبيل مبشور او بودره نص معلقه على العليقه يوميا. حلو الكلام. طيب الجنزبيل فايدته ايه؟ قال لي الجنزبيل بيحرق الدهون اللي موجوده على المعده وموجوده في الكبد، وبيحرق دهون المبايض، وبينشط الخصوبه عند الطيور، فبينفع للذكور وينفع للإناث. ينفع للذكور وينفع للإناث، وبيزود الخصوبة عند الذكر. بيزود الخصوبة عند مين؟ الذكر. فأنا كده ضربت عصفورين بحجر، زودت الخصوبة عند الذكر، وكمان خليت الإناث الدهون اللي فيها تقل، ونشطت المبايض بتاعتها. وكمان انا عندي الجنزبيل حلو جدا كمضاد حيوي طبيعي، وبيخلي وبينشط البتاع ده، اللهم بارك، بينشط الطيور، وبيمنع الكسل، وبيمنع الالتهابات، وبيعالج نزلات البرد، وبيعالج الامراض التنفسية، وبيعالج نقص فيتامين A و B و C. ده كده مين؟ ده كله ده في الجنزبيل. كله ده في الجنزبيل. يبقى انا عرفت مشكلة زيادة الوزن عند الاناث وازاي احلها بالجنزبيل. تمام. هنيجي نتكلم بقى عن انا عندي الوزاية زي الفل، مش تخينة، يعني وزنها مش تقيل، ومش مربية دهون. ده بالعكس، ده انا الوزاية عندي خفيفة جدا، وانتاجها للبيض ما انتجتش بيض. طيب الوزاية خفيفة جدا ومش طالع عليها الاكل كده وما انتجتش بيض. ممكن الوزاية تبقى خفيفة بس مش خفيفة لدرجة ان هي ما تنتجش بيض، لا تبقى خفيفة وتنتج بيض، لا دي خفيفة بس ما انتجتش بيض. يبقى ندور على المشكلة التانية وهي الديدان. والديدان دي بتكون متطفلة على الطيور نفسها، فبتبقى قاعدة جوه الطير في امعائه جوه. الطير بياكل وهي بتتغذى على الاكل، فالطير ما بيستفدش ولا باي حاجه من الفيتامينات ولا من المعادن ولا من الاملاح اللي موجوده في الاكل ولا اللي موجوده في الميه. طب هنحل المشكله دي ازاي؟ انا نزلت فيديو عن العلاج البيطري لمين؟ للديدان. هبقى احط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. اما بالنسبه للعلاج للناس اللي مش عايزه تعالج بادويه وعايزه تعالج بتاع ده، اللهم بارك، بالطرق الطبيعيه بالاعشاب، عايزه تعالجي بالاعشاب، يبقى عليكي وعلى الشيح.
الشيح ده احسن حاجة تحطيها لمين؟ تحطيها للطيور اللي بتعاني من الديدان اللي متطفل عليه واخده الغذاء ومصاه منه. طب ازاي انا احط الشيح للطيور؟ احط الشيح عن طريق ان انا هاخد معلقة كبيرة من الشيح احطها على نص لتر مية، يبقى معلقة شيح كبيرة على نص لتر مية، واغليها على النار كويس. بعد كده اغطيها واسيبها بالشيح بتاعها زي ما هي لما تهدى شوية، وبعد كده احطها في التلاجة تقعد ساعة في التلاجة. طب احطها ليه ساعة في التلاجة؟ علشان الساعة دي تخلي الشيح يحلب لا مؤاخذة، وينزل كل الحاجات الزيوت والروايح اللي موجودة فيه، تنزل في ايه، في نص لتر المية ده. بعد كده بصفيه كويس، واجي واخدة المية بتاعت الشيح دي واخداها احطها على اللتر مية، احطها على المية واقدمها للطيور بعد تعطيش. يعني اكون معطشاهم مثلا لمدة 6 ساعات في الليل، فترة الليل دي اكون قاطع عنهم المية وشايلة المية من قدامهم، واكون معطشة الطيور. هاخد بقى نص اللتر المية دواتي اللي فيه شيح مركز واحطه على ال3 لتر او 2 لتر مية، واحطهم للطيور يشربوهم. الخلطة دي بعملها كام يوم؟ بعملها 3 ايام، وبديها للطير على الريق قبل الاكل وقبل اي شرب، يعني اكون معطشاه وما اكونش حطيت له لسه اكل، واجي مدياه منجوع الشيح ده. طب منجوع الشيح ده مفيد في ايه؟ قال ان الشيح ده مفيد في ان الزيوت والروائح النفاذة بتاعته بتعمل على قتل الديدان بطريقة سريعة، بتقتل الديدان فوري، قتل فوري للديدان. اهم حاجة ان الوصفات اللي احنا جايلين عليها دي ما تقعدش في المية اكتر من 6 ساعات، يعني هتحطي مية 6 ساعات وبعد كده تحشيها. بعد كده عندي سبب تاني من اسباب تأخر انتاج البيض، ان الوز مش راضي يبيض. ليه؟ ان عندي نقص كالسيوم. نقص الكالسيوم ده ليه كذا طريقة اعالجه بيها، اما اني هديله فيتامينات واملاح معدنية فيها كالسيوم يعوض الكالسيوم اللي عنده، ودي قلنا ان هي الادوية دي بتكون يا اما بيطرية يا اما بشرية، وانا عملت فيديو عن الموضوع دواتي عن الادوية البيطرية، وهسيبه لكم فين، في صندوق الوصف برضو اللي حابب يدخل يشوفه. اما بالنسبة للوصفات الطبيعية علشان ازود الكالسيوم بتاع الطيور، هي قلنا الجير المطفي. الجير المطفي مهم جدا، بودرة الجير المطفي مهمة جدا للطيور، وهي بتعوض نقص الكالسيوم، وبتعالج اللهم بارك الكساح، وبتعالج الكسل عند الطيور في رجليها. ان مثلا تلاقي طيور بركت، يعني مثلا حتى الناس تشكي منها، اكتر ناس تشكي منها الناس اللي بتربي البط المولر والبط المسكوفي، ان ما بيقدرش يجف ليه، وزنه تجيل وعنده نقص كالسيوم، مش رجليه مش مستحمله وزنه، فبيجي كده يحصل له ايه، انه يبرك ويقعد وما يقدرش يقوم ولا يتحرك، وبيقول عليه ده جاله كساح. فهو الكساح ده عالجه ازاي؟ اني احط بودرة للطير، احط جير مطفي اللي هي بودرة البلاط، احط بودرة البلاط. طب ما عنديش بودرة بلاط، بجيب البلوكات الكبيرة بتاعت المباني اللي هي البيضة، الحجر الابيض بتاع المباني بدجه وبحطه للطير، يحطه كده في اي معون او اي حاجة ينجد فيه وياكل فيه، او احطه واجي كبه فوقيه الاكل. العليقه بتاعتك تحطيه هو في العلافات، وتيجي كبه ايه، حطي الجير في العلافات وتيجي حاطه فوقيه الاكل. طيب ما عنديش جير، خدي قشر البيض، قشر البيض اللي بتعمليه مسلوق او البيض اللي بتكسريه، خلي القشر ده كنز. تعمل ايه في القشر ده؟ يا اما تاخديه تسلقيه او تاخديه تحمصيه في الفرن، وبعد كده تدجيه وتطحنيه كويس في الكبه وتحطيه للطيور ياكلوه مع العليقه. ده يعتبر كالسيوم يعوضهم عن نقص الكالسيوم اللي موجود عندهم. طيب ايه تاني ممكن يكون سبب من اسباب تأخر البيض؟ نقص الاملاح والفيتامينات والمعادن. نقص الاملاح والفيتامينات والمعادن ليه؟ انت مثلا مش بتاكل علف بياض، العلف البياض فيه املاح ومعادن، انت مش بتاكل العلف البياض، لازم تجيب الجزايز بتاعه الاملاح والمعادن، لازم تجيب الجزايز بتاعه الاملاح والمعادن دي تحطي منها للطير، ما تخلاش من عندك، ودي بتكون بيطريه. ماشي. ممكن اجيب كمان ايه تاني؟ اجيب الفيتامينات اللي ناقصه. قلنا السيلينيوم حلو جدا
لمين؟ للطيور، وبيعالج نقص الفيتامينات والاملاح اللي موجودة عنده. تمام. طيب ايه تاني ممكن انا اقدمه للطيور؟ التغذية السليمة. خلاص كده نرجع ونقول برضو التغذية السليمة. يبقى انا كده اتكلمت عن ايه؟ اتكلمت عن اسباب تأخر الوز في البيض، واتكلمت عن الذكر ليه كم انثى، قلنا ليه من 2 ل3. واتكلمنا عن تأخر اللهم بارك، اتكلمنا عن السن النضج عند الطيور، امتى سن النضج وامتى سن الخصوبة. سن النضج من 9 ل10 شهور وممكن يوصل لل12. اما سن الخصوبة اللي هو اعلى انتاج للبيض بيكون من سن السنتين لل5 سنين. اسباب تاخر قلنا ان الاكل بيرمي دهون، مش بينشط المبايض، وقلنا علاجه بالجنزبيل. وقلنا كمان ان نقص الكالسيوم، وقلنا علاجه يا اما بالادويه بتاعه نقص الكالسيوم، او اني احط جير مطفي، او احط قشر البيض. واتكلمنا عن ان اللهم بارك برضو من اسباب قله انتاج البيض هي الديدان. خلاص كده يبقى دول اهم 3 مشاكل بنواجههم واحنا بنشتغل على الوز علشان يدينا اعلى انتاج. اي حد عنده اي اسئلة او اي حاجة انا ما وضحتهاش كويس وعايز لها توضيح يقول لي عليها، وانا هكتبها لكم او اعمل لكم عليها فيديو تاني. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.